جائزة ذا بيست الأفضل في عام 2022. الجائزة ديت بيقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022. امبارح كان الحفل وتم توزيع الجوائز. الارجنتين طبعا كلنا عارفين ان هي خدت كاس العالم 2022 في قطر. الكاس العالم ده منح الارجنتين وابناء الارجنتين 4 جوائز هنعرفهم بالترتيب حاليا. افضل لاعب خدها طبعا ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الارجنتين، اللي قاد المنتخب الارجنتيني للتتويج بكاس العالم للمره الثالثه في تاريخه، وهو اول مره يحققها عشان يعادل مارادونا ولا ميسي. مشوار طويل، كل عشاق الكره العالميه عارفين الحوار ده، مين الافضل ميسي ولا مارادونا. تاني حاجه افضل حارس خدها ايميليانو مارتينيز، حارس الارجنتين اللي قدم ملحمه كبيره في كاس العالم، واستطاع بقوته انه يقود الكاس العالم، وخاصه مباراه النهائي، واللي تابع يعرف دور مارتينيز. افضل مدرب طبعا خدها سكالوني يا جماعه، عمل طفره في المنتخب الارجنتيني، قدر ياخد كوبا امريكا وقدر ياخد كاس العالم بعد ما كان جاي مدرب مؤقت. افضل جمهور خدها طبعا مشجعوا للمنتخب الارجنتيني، اللي عملوا بصراحه سيمفونيه رائعه في قطر. كنا شفنا التشجيع من اول يوم، حتى مع البدايه السيئه بعد بالسقوط امام المنتخب العربي السعودي، لكن قدروا يقفوا جنب الفريق ويساعدوا الفريق انه ياخدوا كاس العالم. طبعا جائزه بوشكاش افضل هدف في العام خدها مارسن اوليكسي، لاعب بولندا. اللاعب ده يا جماعه مبتور القدم من ذوي الاحتياجات، فانا شايف ان الجائزه ديت هو يستحق عن جداره، انه هدف اللي شاف الهدف اللي سجله هدف جميل جدا، ولكن ده تعتبر من جوائز الجبر الخواطر، لان ريتشارلسون لاعب البرازيل مسجل هدف بنفس الطريقه. فمعنى انه ياخدها دي كانت حاجه كبيره، وكانت اجمل حاجه في الايه في الجوائز. طبعا الجوائز افضل لاعبه قلنا اليكسيا بوتياس من برشلونه الاسباني، افضل مدربه نسائيه سيرينا ويجمان مدربه المنتخب انجلترا، قلنا افضل اللاعب النظيف لوكا لوكوموشفيلي لاعب نادي كريمونيسي الجورجي. قول لنا ايه رايك في الاختيارات، ومين اللاعب العربي اللي نفسك ياخد الجائزه دي؟